رح حاول قدر الامكان رغم ما اني معصب ما حسب، رغم ما انه هني بيستحقوا المسبه بس ما حسب. مجتمع الدولة الكذاب، مجتمع التفليس والمراوغة والحقارة والندالة، قال جاي يحمي مدنيين بليبيا. تفضلوا حماية المدنيين. ليبيا عم تنقصف بقنابل عنقودية، عم تنقصف بقنابل غاز الخردل، عم تنقصف بقنابل نووية صغيرة الحجم. تم القضاء على نص الجيش الليبي، كلهم انقتلوا. الجيش الوطني الليبي العربي انقتل بحجة كتائب ومرتزقة. وجابوا 15,000 من مساجين غوانتنامو من المرتزقة من كل أنحاء العالم وزجوا فيهم بليبيا. لما تحدث العقيد معمر القذافي عن حبوب الهلوسة ضحكوا المنافقين السفهاء التافهين وقالوا الشعب الليبي كله عم يهلوس. لا، مش عم يهلوس. تصوروا انتم انه حبوب الهلوسة بالاطنان عم تجي، حتى على سوريا عم تجي، عم يعطوا هول الافاقين المنافقين هودي عم يعطون حبوب هلوسة الاصبح مذهبهم القتل والاغتصاب. السرقة بالدم هيدي لانهم خونة اصلا وكلهم لصوص وحرامية من اساس اجدادهم وابياتهم. بس موضوع الاغتصاب يعني واحد دينه صار مذهبه اغتصاب وقتل، هيدي كارثة. مشان اي واحد بده يقول لي ثورة ليبيا اول مرة قلت بدي اشلح من قشرة واخبطه على وشه وعلى شاربه على شارب اصل اهله واصل اللي جابه، هالمرة لا، ما عادش رح نقول هيك. انا رح حضر كل واحد باليمن بسوريا باي جمهورية عربية مستهدفة، بدي اقول له اذا بدك تضلكم هيك بدنا نعلن الجهاد المقدس. الجهاد المقدس على كل الخونة، تطهيرهم شبر شبر، واحد واحد، ما في. هلا بالنسبة للجزائر عم يتحضر فيلم برا للجزائريين، وانا ما عندي شك انه هن واعيين للاخر الاخر، والجزائر يعني حتشوفوا فيها عجايب. يعني ان الله راد اذا عقلكم التافه خوالكم تحرقوا بالجزائر رح تشوفوا الرد باوروبا كلها. الجزائر مش ليبيا، مش شعب ليبيا القلبه طيب المعطر المسكين اللي ملتهي بالشعر وبالنثر، لا. نضحك عليه، معطرين اخوتنا الليبيين، معطرين مساكين ما عندهم شيء، نضحك عليهم، شعب طيب نضحك عليه. واللي شاطر فيهم واللي مهم فيهم واللي قتلوه ولحقوه وعم يضربوا له قبيلته محاصرينه لا اكسجين ولا مي ولا ادويه للمستشفيات، حتى ادويه المستشفى عم يسرقوها لكل القبائل اللي عم بتحارب، كانوا من ترهونه ولا بني وليد ولا بقبائل ورفله. هيدا هو مجتمع الدوله، وهيدا هو بوكيمون الكلب الاصفر الجوعان. هيدا ابن الفار ايست الواطي الجرد، هيدا الفار، هيدا الفار الواطي. وشو بدنا نحكي عن وساخة اوروبا اللي هي كل عمرها تخترق حجج لتدخل على العالم العربي، ونحن اغبياء ما عم نفهم. يعني وقت ما تيجي تقول لك ارهاب ويجي يغطيها اوباما بن لادن بن بوش ويجي يعطيها الغطاء لتدخل باحداث مزعومه تبع 11 ايلول، وتصير تلاحق بطيارات بلا طيار بدول الى كيانا والى مثل باكستان ولا مثل اليمن، ولا دول الى هيدي دول الى كيانا، تجي بالطيارات البلا طياره بتقصف او بالسودان وبتقول لك لانه ارهابي. يعني امنوا لها الغطا هن المنافقين لتيجي تقصف العالم بحجه انه ارهابي، يعني على طول بتلاقي حجه لتدخل. هلا حجه حمايه المدنيين بالعراق، حجه اسلحه دمار شامل. هلا يعني بكل مطرح بتخلق شيء. بفلسطين ما في ولا حجه، يطلع الطيران يقصف العالم يقتل الشعب الفلسطيني كله عم بكرة ابيه، ما فيش مجتمع دولي لانه غايب عن الوعي، مجتمع تافه. هلا بالنسبه لتركيا ونجاسه تركيا ما حنحكي، لانه تركيا يعني ما حدا يشلحها من قشره، تركيا كل عمرها وسخه ويعجز اللسان عن وصف تركيا ووسختها. اخواننا بالخليج عندك خيم وعاق، يعني ناطق بالعربي، لا فيك تتبرى منه ولا فيك تطلع منه، بدك تعامله على عقلته، بدك تعتبر مش موجود، يعني معاق بده عم ياكل ويشرب ويخرى وينام. في شرفة بس مش طالع حسه. نحن عم نحكي عن الحكام وعن اللي عم نشوفه هلا، واللي بيطبل للحكام لتخريب الدول الثانيه، الجمهوريات الثانيه. بالنسبه لموضوع كمان، في عندك مخزنيه مغاربه متلين الصفحات عفوا الجزائريه، وعاملين حالهم جزائريه ورافعين حتى علم الجزائر، وانه هن داعين للفوضى ولا غيره. هذه جماعه المخزن المغربي هنعمل لهم حلقه خاصه نحكيهم كم كلمه بتعجبهم. انتبهوا لهم، عم بيجوا حتى على الصفحات السوريه ويقولوا نحن جزائريه ليعملوا انشقاق، لانه الجزيره انبعثت من موضوع الجزائر وسوريا ايد وحده. فهون هيدا
موضوع لازم التركيز عليه، يعني لازم تعرفون كلهم تكنسون من الصفحات كناسه. هلا بالنسبه لشيوخ الفتنه اللي عم يفتوا بهدر دم فلان وقتل فلان وهيدا، هودي شيوخ الخراءه، هودي اللي ما بيفهموا اولاد الحرام، ما بيفهموا الا مثل ما بيأمرون اسيادهم الرب من واشنطن ورسوله ساركوزي، ويتبدل الرسول من دوله لدوله. هودي انتهى الموضوع. هلا حنعمل نحن حنحاول ايجاد شيوخ شيوخ حق يعملوا فتاوي مضاده واعلان الجهاد المقدس لتطهير الارض شبر شبر، كما قال العقيد، شبر شبر، من كل الزناتقه، من كل العراعير، من كل الجردان، من كل الخونه، من كل الاوباش اللي عم تعبث بالاوطان. وهون للمثقفين بكل انحاء العالم اللي هن حاسين حالهم انهم مثقفين، ما تخلون يركبوكم، ما تخلون يطلعوا على كتافكم. هلا انتم مثقفين فيكم تتحاوروا مع العالم، بس هوليك ما عندهم ما عندهم مشروع اصلا. يعني كل المعارضه بالدول العربيه ما حدا عنده لا مشروع، لا سياسي، لا مشروع اقتصادي، لا مشروع نوراني، ما عندهم الا مشروع واحد، هو الاغتصاب والقتل والتنكيل. وعندهم الانتقام، يعني الانتقام، يعني انت اذا بدك تحقق ديمقراطيه وانت بدك تقتل كل الشعب وتنتقم من كل الشعب، شو هالحقد هيدا؟ هيدي هو سر حبوب الهلوسه اللي بدكم تنتبهوا له. يعطيكم العافيه.